مساء الفل يا ست الكل. عرايس كتير بتسأل اجيب فرن ولا اجيب ميكروويف؟ طب ايه الفرق بين الميكروويف والفرن؟ انا اقول لكم ايه الفرق ما بينهم، وانت على حسب احتياجك تجيبي فرن او تجيبي ميكروويف. اول حاجة الميكروويف. الميكروويف ما بيسويش اكل، الميكروويف وظيفته تسخين الاكل. اما بالنسبه للفرن، الفرن بيسوي اكل، لو جيتي تسخني عليه وتعملي وظيفه الميكرويف هينشف الاكل، لان انت يعتبر بتحط الاكل فيه بيسويه هو من تاني، فبالتالي هينشف. ده الميكرويف للتسخين، جيد للتسخين. ما ينفعش اسخن في الفرن زي فرن البوتاجاز، ما اتعملش للتسخين. ده اقدر احطه في الميكروويف، وبرضه اقدر احطه في الفرن. الفرن اقدر احط صواني عاديه، الصواني بقى اللي بتعملوا فيها بشاميل، انما الصينيه دي ما اقدرش احطها في الميكروويف. من الحاجات الجميله في الميكروويف ان انت لو موظفه ممكن تعملي اكل الاسبوع كله وتحطيه في الفريزر، وتطلعي كل يوم الاكل وتسخنيه في الميكروويف، وقبل ما تسخنيه بتعملوا له فك تبريد، وبعد كده بتسخنيه. طبعا بيكون مجمد، بتعملوا له فك التجميد. بتعملوا له فك بيبقى بارد، بس بيكون فك التجميد بتاعه، وبعد كده بتسخنيه. من مميزات الميكروويف انه اي اكل بتدخليه بتسخنيه بيبقى كانه فريش. من مميزات الميكروويف ان انا مش بس بسخن فيه اكل، لا انا بسخن فيه سوائل. يعني ابنك لما بيجي الصبح وفيه لبن في التلاجة، كوباية لبن اقدر احطها في قلب الميكروويف تسخن 100. وكمان لو انا طبخة الغداء او العشاء، حلة المحشي لما اجي اسخنها وعاوز اكل بسخن الحلة كلها، او باخد جزء واحط في حلة معدن عشان خاطر البوتاجاز او الفرن. لا، هنا في الميكروويف على قد الاكله بالظبط، بتحطيها في الطبق تدخل تسخن، بس مش لازم الحله كلها، لا، الجزء اللي على قدك بس. الميكروويف حلاوته كمان اليومي في تسخين العيش. بتطلعي رغيف او رغيفين من الفريزر على الميكروويف يتسخن في ثانيه الا ثانيه، وكمان ما بياخدش وقت في التسخين، سواء كوبايه لبن، طبق محشي، لا ما بياخدش وقت خالص الصراحه. كل بوتاجاز فيه فرن بالغاز، اما ده فرن بالكهرباء. لو انت مش بيسعفك الفرن اللي هو جوه البوتاجاز بتجيبي ده جميل، بيسعفك في اي طبخه انت عايزاها. ايوه انا سامعك، انت بتقولي الميكروويف ضار جدا بالصحه وبيسبب السرطان. دي اشاعه، زي الاشاعه كده اللي هو احنا سمعناها من كام سنه ان غساله الاطباق ما بتنضفش، غساله الاطباق ملهاش لازمه، ولازم تغسلي المواعين الاول في الحوض قبل ما تحطيها في غساله الاطباق، يبقى هي كده ملهاش لازمه. اشاعات يا جماعه. تقدروا تدخلوا على جوجل وتتاكدوا ان الميكروويف امن جدا للصحه، عادي جدا. يا رب اكون فدتكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، قناتي على اليوتيوب عصائر ميخ.